اول وظيفة اسمها مدفئ السرير، ودي باختصار ان في شخص بيقوم بتدفئة السراير اللي موجودة في الفنادق قبل وصول الضيف للغرفة بتاعته، والمرتب بتاعه بيعدي ال 24,000 دولار في السنة. اما بقى وظيفة المعالج النفسي للقطط والكلاب، فالوظيفة ديت مش بتحتاج منك شهادة علمية او شرط انك تكون دكتور بيطري وخلاف المسميات دي كلها. المهم في الوظيفة ديت انك تكون صاحب خبرة ومهارة عالية وتقدر تخرج الكلب من حالة الاكتئاب اللي هو فيها. ومرتب الشخص في الوظيفة ديت بيعدي ال 35,000 دولار في السنة. اما بقى بالنسبة للامهات في نيويورك، فدي بتتعاقد مع احد الاشخاص علشان يجهز لها شنطة السفر او الرحلات او اي شنطة هي عايزاها، وبعد ما الشخص بيخلص مهمته بياخد حوالي 1000 دولار. من أغرب محاولات السرقة اللي ممكن تسمع عنها في حياتك إن في حرامي دخل متحف جاليري تريتاكوف، وده موجود في موسكو. المهم يعني المتحف ده كان مليان ناس كتيرة جدا وكله حركة وزحمة، ده غير كاميرات المراقبة اللي ممكن تجيبك من كل حتة. المهم يعني أخينا الحرامي دوت دخل المتحف عادي جدا، وراح وصل عند أغلى لوحة موجودة فيه، وقام شايلها من على الحيطة وحطها على كتفه وواخد بعضه وماشي كأن مفيش حاجة خالص. المهم ما تفهمش ايه اللي هو عمله ده. طبعا اتقبض عليه ولقبوه بان هو اغبى حرامي في تاريخ البشريه. ساعي البريد شال شنطه على كتفه جواها طفل صغير. المشهد ده اتكرر كتير جدا في سنه 1913، خصوصا في الولايات المتحده الامريكيه. تم ارسال اول طفل لجد وجدته في طرد بريدي في سنه 1913 في امريكا، والكلام ده كان بيحصل علشان تكلفه التوصيل عن طريق البريد بتكون اقل بكتير واوفر من تذاكر القطر. ولما الموضوع اتكرر عدة مرات وزاد عن حده، كان تم تصوير الساعي وهو بيحمل الأطفال في الشنطة بتاعته علشان خاطر يوثقوا اللحظات دي. وأكتر شيء كان بيضحك في الموضوع دوت إنهم كانوا بيلزقوا على الأطفال اللي هي الطوابع بتاعت البريد. وساعتها الحكومة الأمريكية لما عرفت بالموضوع ده كانت صدرت قرار بإلغائه تماما، وأي حد يعمل كده فيما بعد أو يشارك في موضوع زي دوت هيعرض نفسه على طول للمساءلة القانونية.